ازاي؟ ادي الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها دلوقتي، حاجه مؤسفه للغايه. معانا الشيخ مظهر شاهين، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازي حضرتك والضيوف الكرام استاذ هاله. دكتوره هاله وتحياتي الضيوف الكرام. الله يخليك. معانا الاستاذ جورج اسحاق والاستاذ امير سالم. مولانا انت منور الدنيا يا مولانا. امير، ازي حضرتك يا دكتور استاذ جورج؟ ربنا يخليك يا مولانا. وحشنا، اخبار سيادتك ايه؟ بخير؟ كويس والله، واحنا معاك كلنا. كان شكلك حلو فيها. انت هتقلع المايك، استنى بقى دقيقه واحده والنبي يا مولانا، لان الاستاذ جورج يعني قلع الجاكيت اللي فيها الميكروفون. اعمل اللي انت عايزه دلوقتي. يا استاذ جورج انت راجل خبير اعلام يا استاذ جورج. اهو ازاي طلعت هذه الغلطه يعني؟ انا متاسف والله لهذا الازعاج. شكرا، ربنا تسلم ايدك، ربنا يخليك. مولانا، ايه الموضوع ده اللي احنا سمعناه النهارده عن الاستدعاء؟ يعني حاجه الحقيقه مثيره، مش لعلامات الاستفهام والدهشه، لكنها مثيره للاسى. صحيح. شوفي، انا توقعت هذا السيناريو من 6 شهور. يعني انا ليا حلقه مسجله على قناه الرحمه في شهر 6 الماضي. قلت هيجي يوم من الايام يقولوا علينا احنا اللي كنا فلول، واحنا اللي ولعنا مصر، واحنا اللي خربنا البلد، واحنا اللي دمرنا الاقتصاد. وهو الحمد لله نبوءتي في شهر 6 الماضي تتحقق النهارده. بقى مظهر شاهين والدكتور ممدوح حمزه والدكتور ايمن نور والاستاذ طارق الخولي والاستاذ نوره نجم هم اللي حرقوا البلد وهم اللي حرقوا مصر دلوقتي، بعد دورهم اللي معروف في الثوره المصريه. ومعاهم المحترمين الكتير من الناس المحترمين، ناس كتيره جدا زي الاستاذ امير والاستاذ جورج والدكتور جورج وناس كتيره جدا من مصر. انا لم يصلني حتى الان اي استدعاء رسمي. انا زي حضراتكم بقرا الخبر على الانترنت واسمعه في التلفزيون واتلقاه من خلال اتصالات تليفونيه من اصدقائي اللي بشكرهم شكرا جزيلا، المحامين والصحفيين والاعلاميين واصدقائي في الثوره اللي كلهم تضامنوا معايا واتصلوا بيا. لم يصلني اي استدعاء، واذا وصلني اي استدعاء سامثل فورا امام النيابه العامه، لاني اولا ما فيش على راسي بطحه عشان اخاف منها. صحيح طبعا. مظهر شاهين بيعمل في العلن، وخطبي مسجله من اول يناير 25 الماضي لحد النهارده مسجله صوت وصوره على الانترنت. مظهر شاهين اللي عمل اول لجنه، اول مبادره لفض الاشتباك في محمد محمود، وسلم العساكر اللي مقبوض عليهم في عمر مكرم اللي كانوا شبه اسرى في عمر مكرم، سلمهم لقيادتهم. وودى الضابط اللي تم الاعتداء عليه في عمر مكرم وديته بعربيته الخاصه لحد مستشفى القصر العيني. ومواقف كثيره الناس كلها عارفاها، وكل خطبه بتقول سلميه الثوره والحفاظ على منشآت مصر والحفاظ على المؤسسات الدوله، ولم احرض احدا، وبالتالي انا مستعد ان امثل فورا. المساله الثانيه تقديرا طبعا للنيابه العامه وتقديرا للقضاء المصري، أنا بحترم قرارهم إذا صدر جدا، واحترامي ليهم هيجعلني أبادر بالمثول أمامهم في أقرب وقت. ولكن بقول بقى للجماعة اللي مصرين على تشويه الرموز الثورية والمصرين على إرهابنا من خلال بلاغات ومن خلال إشاعات بتطلق، أنا بقالي شهر بقوم كل يوم على خبر شكل. مرة مظهر شاهين الأخ غير المعلن للفنانة إلهام شاهين، ومرة مظهر شاهين نسيبه ضابط في أمن الدولة، ومرة مظهر شاهين يعني احترامنا وتقديرنا للفنانة إلهام شاهين يعني طبعا سيدة محترمة، لكن يعني حتى أنت هم اتفضل. انا اقول لسيادتك يا دكتوره هاله قالوا مظهر شاهين جاله شقه ب1,750,000 جنيه. انا بنتهز برنامج سيادتك واقول لو مظهر شاهين عنده شقه غير الشقه اللي انا متجوز فيها واللي انا شاريها من 2004 لحد النهارده، انا متبرع بيها لمصر. وكمان بطالب بالتحقيق معايا فيها اذا ثبت. كلها اشاعات واكاذيب، لن ترهبنا هذه الاشاعات. هو احنا حققنا يا مولانا؟ هو احنا عارفين نجيب ال 24 مليار اللي في بنوك سويسرا بتوع حسين سالم، ولا ال 354 مليون بتوع الاخ جمال؟ انا نفسي بس زي ما بنقرا خبر التحقيق مع مظهر شاهين نقرا خبر التحقيق مع اللي قتلوا الثوار في محمد محمود ونجلة الوزراء. ايوه نفسي نقرا دي. ما بقاش مظهر شاهين وغيره هم اللي قتلوا وهم اللي حرقوا وهم اللي دمروا. نفسي نقرا ان التحقيقات في مجلس الوزراء وفي محمد محمود خلاص اثمرت انه تم الكشف عن القاتل وتم الكشف عن الطرف الثالث اللي بنسمع عنه دول. مستعيري يخلونا احنا الطرف الثالث يا استاذه هاله، دكتوره هاله، يبقى انا مظهر شاهين الطرف الثالث. كل شويه حاجه شكل. انا عايزه اسال حضرتك، لو شاهدنا المشهد طبعا ومعانا ضيوف الاعزاء هيشاركوني في الحوار معاك يا مولانا، يعني هل هناك استهداف واضح بقى؟ خلاص اتضحت الصوره، هناك استهداف واضح للثوره وليس مجرد محاوله اجهاض؟
بل محاولة إنهاء وذبح للثورة من خلال رموزها. رأينا في الأسابيع الماضية مداهمة مكاتب أو مقرات حقوق الإنسان لبعض يعني الناشطين من حقوق الإنسان المعروفين في هذا المجال بأعمالهم الإنسانية الهامة جدا في المحافظة على حق الإنسان في أمام أي مواجهة قانونية. أيضا شاهدنا في الأيام الماضية برضو حملة غريبة جدا ضد أسماء يعني الدكتور حسام عيسى والدكتور حسن نفعة والدكتور عمرو الشبكي والأستاذة جميلة إسماعيل، يعني برضو من رموز الثورة. يعني حضرتك بتقول كل يوم بنصحى نلاقي حد من الثورة بيتشتم أو بيتهزأ، لا ده حرامي، لا ده ممول، لا ده صهيوني، لا ده كان بيزور السفارة الأمريكية شرب فنجان قهوة ولا كان هناك اتعشى. يعني حاجات غريبة جدا ومش عارفين بكره هنشوف ناس هيتقال علينا ايه. انا الحمد لله يعني قاموا بالواجب زمان وقالوا عليا كلام كتير مش حقيقي، بس برضه احنا خلاص كلنا عايشين هننام ونصحى هيقولوا علينا ايه تاني. هل هناك استهداف واضح للثوره ولماذا؟ طبعا، بس عشان كلامنا يكون واضح، النيابه العامه والقضاء ليس طرفا فيها. استدعائهم لي لا يعني انهم شركاء في هذه المؤامره، نحترمهم جدا ونقدر دورهم في هذا الموضوع. انما هناك مؤامره، نعم هناك مؤامره. للاسف الشديد في الاحتفال الاول لثوره 25 يناير، ده الاحتفال الاول اللي كان المفروض الدوله تجيب الرموز اللي طهرت مصر من الفساد وتكرمها. كانت تجيب هذه الرموز وتخلد ذكراها من الشهداء ومن الناس اللي ضحوا بارواحهم ومن الناس اللي حملوا روحهم على كتفهم ووقفوا بالتحرير يطهروا البلد وفي كل ميادين مصر. للاسف هذا الاحتفال بدل ما يكرم هؤلاء الرموز بيحاكم هؤلاء الرموز. يبقى ده اكبر دليل على ان هناك جهات كثيره جدا، ملايين الاشخاص. واحنا لما بنقف بنقول احنا بنطالب العزل السياسي وبنطالب بتطهير البلد من الفاسدين والمحاكمات السياسيه. هو لما نقف نقول ان احنا نطالب بالقصاص من قتله الثوار وعملائهم، هو ده الكلام ده كله مش بيخلي لينا اعداء يا استاذ يا دكتوره هاله. احنا اعدائنا في مصر كتير جدا، كل اعضاء الحزب الوطني المنحل وكل اعضاء المحليات اللي اتحلت وكل الرموز الفلول وكل الناس اللي هي لم توفق في الانتخابات وكل الناس اللي هي مهدده بالقبض عليها ومحاكمتها سياسيا، كل هؤلاء اعدائنا وبيشتغلوا بكل قوه على تدميرنا وتدمير الثوره المصريه، تدمير الرموز مولانا احنا كتير قوي برضو، احنا كتير خالص، احنا اكتر بكتير يا استاذ جورج، احنا كتير خالص ما تقلقش يا استاذ جورج. وانا عايز اقول لك انا بعلن على الهوا كده انك انت شيخي، يعني انا بقول للشيخ مظهر عاشور بص هنا الكاميرا بتاعتك هنا يا دكتور. الله يخليك. طبعا، وانا عجباني وسامتك وظرفك ده، هو ده الاسلام المصري المستنير الجميل، غير المناظر اللي احنا بنشوفها. انت نموذج يعني مشرف لاي رجل دين في مصر والله. الله يخليك. هو الشهيد الازهر وشهيد الازهر الدكتور عماد. عشان تعرف ان مصر بخير يا دكتور عماد. دكتور عماد على راسنا، دكتور مظهر. عايز اقول لك بس يا استاذ جورج لن نتراجع من طريقنا ابدا ولا حد هيخوفنا ولا حد لا هنقبل تهديد ولا تخويف. الثوره المصريه شاء من شاء وابى من ابى. دكتور مظهر حبسونا واسجنونا واحبسونا اذا حبستوا مظهر ولا الاستاذ جورج ولا الدكتور عاصم ولا غيرهم. في ملايين في مصر مش هتدخل على الهواء. احنا اتحبسنا كتير يا مولانا. بر الامان. مولانا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان مصر بخير. انا لا يمكن هنسى جنازه الشيخ عماد اللي طلعت من الازهر لغايه السيده عائشه. ده ابسط دليل على ان مصر بخير. اطمئن يا دكتور مظهر، احنا كلنا وراك. انت بطل الثوره وانت واحد الثوره، وانت اللي جمعتنا في الصلاه، انت اللي جمعتنا في الصلاه مسيحيين ومسيحيين. مش هننسى لك فضلك يا عمنا، ده انت رمز من رموز، ده انت ايقونه الثوره يا راجل. الله يخليك يا استاذ جورج. انا بشكرك، ومع بعض ايد واحده ان شاء الله، مسلمين ومسيحيين والرموز كلها مع بعض لحد ما نوصل بالثوره لبر الامان مهما بذلنا من تضحيات. انا لسه والدي من شويه بيقول لي مصر دي قدر اي حد يقف يدافع عنها انه يضحي بعمره، يضحي بماله، يضحي بسمعته، واحنا مستعدين لهذه التضحيه ومستمرين ان شاء الله يا دكتوره هاله، يا استاذ جورج، يا استاذ امير، ومع بعض بر الامان ان شاء الله تعالى. ربنا يخليك. شكرا. وكما ذكر استاذ جورج اسحاق
أنت أيقونة الثورة يا مولانا، وإحنا بنطمئن عليك ونحن معك ومع كل الثوار نبلاء الثورة. وأتمنى أني أراك قريبا معنا هنا في الاستوديو. احنا ابتدينا هذا البرنامج معاك. شرفني وأشكركم على هذا الشعور، وده شيء مش غريب على المصريين المحترمين والثوار الحقيقيين والشرفاء من هذا الوطن. أشكركم على هذا التعاون وهذه الروح، وإن شاء الله بإذن الله تعالى هنكون قريب مع بعض بإذن الله. بإذن الله بإذن الله، ونحتفل كلنا بإذن الله إن شاء الله بثورة 25 يناير، وبوجودك معنا مولانا بخير بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله دكتور. شكرا جزيلا. حضروا بقى الشريط الثاني عشان نشوف. اتفضل انزل يلا. يقول لك احنا خايفين ايه؟ الاسلاميين مسكوا البلد، هيكونوا اسوأ من الحزب الوطني، هيكونوا اسوأ من حسني مبارك. احنا ليه يعني ليه وبعدين احنا خايفين من ايه؟ احنا دايما بنبص للظروف اللي حوالينا، ما بنبصش لنفسنا. حاجه كسفتني اول امبارح كان في برنامج من البرامج الحواريه، مفكر مسلم بتاع قال لازم نحافظ على الاباط دول، لان الاباط دول ملح الارض.